وفي اليوم التالي ذهبا إلى مدينة نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيدا لأمه، وهي أرملة ومعها دم كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعوا إلى أمه فأخذت جميعا خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر